لو ما عملتيش بقى البط بالطريقة دي يا انت ما اكلتيش بط قبل كده. نبدأ بسم الله ونصلي على الرسول. معايا كده دكر البط بتاعي اللهم بارك، غسلاه ونقعه ومخليه فله. معايا معلقة توم كبيرة ناعمة، ومعايا بقى هنا عصرة ليمونة كاملة، ومعايا بقى البهارات او التوابل، معلقة صغيرة كاري وبابريكا وبهارات فراخ وكزبرة ناشفة، وحوالي 3 معالق كبار من الزيت، ومعلقة كبيرة من الخل، ومعلقتين كده كبار مليانين من الكاتشب او الصلصة المعلبة لو عندك. تمام كده زي الفل. و3 معالق كبار او 4 كده من المية. حلو قوي. نقلب كل ده مع بعض. طبعا الملح بتاعنا او الدقة المبهرة حوالي مثلا نص معلقة كبيرة. حلو قوي. انا عايزة الخليط بقى كده يكون متماسك بالشكل ده. معايا البطايه كده، يلا بقى بايديكي ندلكها كده ونعمل لها مساج كده في اللحم بتاعها نفسه. لازم امسك القلب كده من جوه، افضل ادلك كده فيه علشان اللحم نفسه يتشرب بالشكل ده. واجي كده على الجلد من بره بايديا كده. والافضل بقى عشان اللهم بارك والوزن بتاعه تقيل، يعني وزن الدكر ده يعني 6 كيلو، فباجي كده على الاوزان التقيله سواء فراخ او بط او رومي، باجي كده عند الصدر واعمل له كده نظام فتوحات بالشكل ده. بطمن ان هو يستوي معايا ويبقى اللحم بتاعه ملبن. وعايزه اقول لكم انه شكله جميل جدا جدا في التقديم. الظهر كمان انا مكتفاه حلو قوي. هيستوي معايا يا اسماء في الفرن، ايوه، وهيبقى ملبن. تعالي ما اقولك هنعمل ايه. بصوا بقى، لو تلاحظوا انا عماله ادلك في اللحم كده، قعدت يجي 10 دقايق ادلك فيه. نجهز بقى الكيس الحراري بتاعنا، وزي ما معوداكوا اي كيس حراري بنحط فيه معلقه دقيق، نبدر بيه الكيس، وبسيب معلقه الدقيق دي في قلب الكيس زي ما هي. لو مش عندك دقيق هتحطي حوالي 3 معالق زيت في قلب الكيس كده، تدلكي الكيس كده بيهم. بيعمل عازل ما بينه وبين الجلد بتاع الطيور عامه كلها، مستحيل اصلا يلزق فيه. محميه الفرن بتاعي، الدكر البط اهو زي الفل. دخلنا الفرن. انا حطيت بس في قاع الصينيه كوبايه ميه دافيه بس، مش اكتر. كوبايه ميه دافيه على رشه ملح كده خفيفه، لان الحاجه البلدي او الطيور البلدي بتاخد شويه في الفرن عشان ما تنشفش معاكي. حط لها كوبايه واحده من الميه الدافيه، اللي هي كوبايه شاي يعني. بصوا بقى، هي منزله اصلا الشوربه بتاعتها او القعد بتاعها مع كوبايه الميه اللي انا حطيتها الدافيه في قاع الصينيه مع رشه الملح البسيطه. يعني منزله الشوربه بتاعتها دسمه جدا، اللهم بارك. باخد منها بس يعني حوالي معلقتين صغننين كده، تلميعه على البطيه كده في التقديم. يبقى زي السكر. بألف هنا وشفا، وجربوا التتبيله دي هتدمنوها. سلام عليكم.